الكروية بالذكرى المئوية في الأوروغواي والباراغواي، لأن الكأس العالم الأولى انطلقت هناك في 1930، وبالتالي فكأس العالم التي ستنظمها القارة الأفريقية ممثلة بالمغرب مع القارة الأوروبية، كما قال جلالة الملك حفظه الله تحمل دلالات حضارية في منطقة غنية بالإرث الحضاري. تتويج قلتها في القاهرة للزملاء، تتويج لمسيرة تنموية يقودها جلالة الملك نصره الله منذ أكثر من عقدين، أظهرت وأبهرت العالم باستثنائيتها، بإنسانيتها، بتلاحم مختلف شرائحها. هذا هو اليوم اللي تجعلنا في كل المواقع العالمية استثناء حقيقيا وبلدا ذو إرث حضاري عميق. كاين بزاف. عرفت واش المقدمه نتاعي مزيانه ولا؟ تبارك الله عليك واضحه وجاني بزاف ديال لي ميساج. سي فوزي مصطفى الداودي كيقول لي تحياتي الرجل العظيم سي فوزي القجاع، هو كيهضر بالدارجه تبارك الله عليك. بونجور بريزيدون فيليسيتاسيون، ميساج ديال انس بوكو بزاف ديال ميرسي بريزيدون. وسي فوزي وقاد لك مكواسير الله يرضي عليك ام غيتا. سي فوزي القجاع رجل دوله بامتياز، من احسن الرؤساء اللي مروا على مؤسسات الدوله. ونقدر نبقى نص ساعه نقرا في لي ميساج حيت الناس فرحانه. اي سي لوجيك اون بو الكومبروندر. غادي يبدل هذا الشيء اللي واقع وهذا الشيء اللي غنظموا من هنا ل 2030. السي فوزي غيبدل الوجه ديال الكره المغربيه وديال المغرب فينالمون. ولا انا كما قلت الحمد لله. اليوم انا شخصيا كمغربي يعني المكانه اللي كيحط لها المغرب، الوضعية المتميزة اللي عند المغرب بفضل كما قلت الرؤية الاستراتيجية نتاع سيدنا لأكثر من 24 سنة. سيدنا الله ينصرو اليوم وضع المغرب وضع البلد في مسار تنموي يشمل جميع المجالات، وخلى بلادنا تشكل هذا. ففي هذه الصيرورة هذه وفي هادو لما تكون هاد المعطيات، فتنزيل نتاع المسار التنموي الرياضي بشكل عام ولا الكروي تيكون امر سهل، واللي قمنا به هذه سنوات واللي داخل في هذه الاستراتيجيه والتصور الواضح اللي وضعوه سيدنا الله ينصرو. فاش نقول لك انا شخصيا تنحس براسي دائما انني تنقوم بداكشي اللي خصني نديرو، وبالاكثر من هذا مهما اشتغلنا مهما تطورنا تنقول بانني لم افي وما كنتش في المستوى نتاع التطلعات، ولازم اننا نبذلوا مجهود اكبر واكثر. وهذا كما قلت في العديد من المناسبات اقل شيء في حق بلد كبير يقوده ملك عظيم، وفي تلاحم وتناغم انتشر المغرب بينه منذ قرون، تلاحم عميق بين الملك والشعب. شنو هو الحد سي فوزي بالنسبه لك؟ هو نربحوها ان شاء الله دابا لا كوب دو موند. احنا تنهضروا على الشق التنظيمي، الشق الكروي الحمد لله غادي نكونوا في رابع مشاركه متواليه بعد 18 22 وبحول الله في 26. اعتقد بانه انا قلتها بان الجيل الكروي اللي عندنا اليوم لا اللي راه في الفريق الوطني ولا اللي غيلتحق به، لان كاين عندنا مجموعه من الطاقات انتم كتعرفوها، وغادي تجي الفرصه ندخلوا في التفاصيل الكرويه تاع اللاعبين اللي غادي يلعبوا في بلادهم هذا الكاس، وفي ان شاء الله بين الجماهير نتاعهم. وانا كنعرف انه الجمهور المغربي واللاعبين تاع الفريق الوطني عودونا دائما على خلق ملحمات اخرها ملحمة قطر. اعتبرها وتقدر تسجل عليها هذا الشيء انها بداية لكتابة تاريخ مشرق لكرة القدم الوطنية. أنا فيما يخص تنظيم وانا تبعت
في الأيام الأخيرة مجموعة الردود الفعل والتخمينات والتصورات. المغرب في هذا التنظيم غادي يمثل قارة إلى جوار القارة الأوروبية. على أساسه غادي نعملوا على تنظيم كأس عالم كما جاء في ردود الفعل نتاع مجموعة من المسؤولين في اسبانيا ولا في البرتغال، ولكن أيضا كيف كان جاء في الخطاب سيدنا في كيغالي أنا غادي ننظموا كأس عالم استثنائية تصادف الذكرى المئوية لكأس العالم بين قارتين، بين بين ضفتي البحر المتوسط الغنية بالحضارة، الغنية بالتاريخ الحضاري والبناء نتاع الحضارات الإنسانية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أننا كمغاربة نكونوا عند حسن ظن تاع سيدنا الله ينصرو في هذا المسار، وتكون هذا كأس العالم إضافة جديدة لإعطاء المسار التنموي الذي يقوده جلالة الملك زخما أكبر وأسرع، حتى إن شاء الله المغرب يرسخ هذا الاستثناء كما قلت في المنطقة وفي الساحة العالمية. وكنظن بأن المغاربة كما عودونا بقيادة سيدنا الله ينصرو قادرين على رفع كل التحديات، أثبتوا ذلك في العديد من المناسبات. غادي يكون تمرين من هنا ل 2030 سنمر من مجموعة من الضغطات، ولها بطبيعة الحال هي كأس أفريقيا للأمم، واللي بالمناسبة أجدد الشكر للعائلة الكروية الأفريقية والقارة الأفريقية اللي اعتبرت أولا أن كأس العالم 2030 هي كأس عالمها. كل الإخوان الممثلين نتاع القارة لا في الفيفا ولا في الكاف عبروا دائما في مقدمتهم الرئيس موتسيبي على أن كأس العالم اللي تقدم لها المغرب هي كأس العالم تاعهم، هي كأس العالم اللي كتعني المليار أفريقي، وهذه هي الحقيقة، وهذا هو المغزى اللي كان مشى في الخطاب وفي الإعلان تاع سيدنا الله ينصرو. المغرب لن يدخر جهدا في تشريف هذه القارة وفي إعطاء الصورة الحقيقية لطاقاتها ولإمكاناتها، ولإثبات مرة أخرى على أن القارة الأفريقية بإمكانها أن تكون مشاركا فعالا في بناء الحضارة والتطور الإنساني. شكرا لهم على مساندتهم لا القبلية ولا أيضا مشاركتهم إن شاء الله، واللي غادي تكون فعالة. قلت المسار غادي ينطلق 2025 وغادي تكون كأس أفريقيا استثنائية بكل المقاييس، والتي أجمع الأفارقة على أن شرف تنظيمها ما يمكنش يكون أمر للنقاش، وكان الأمر كذلك. سنمر من محطة أخرى إن شاء الله ترتبط بكأس أفريقيا إن شاء الله النسوية، ثم سنة قبل تنظيم كأس العالم للأندية تاع 32 فريق، ثم تتويج كل هذا المسار تاع البناء والتنمية إن شاء الله في بلادنا تحت قيادة سيدنا الله ينصرو 2030 بتحقيق وترجمة واقع تنظيم كأس العالم على أرض الواقع في مدن المغرب، في مختلف المدن اللي غادي تحظى بهذا الشرف. وبطبيعة الحال سيكون تتويج لمسار وبداية تطلعات أخرى. الأجيال القادمة قادرة على رفع هذه التحديات وعلى الذهاب أبعد من هذه الطموحات، لأن المغرب كان دائما كما قلت بقيادة رشيدة لجلالة الملك خزانا للعطاء وبلدا لإثبات قدرات الشباب المغربي أينما كان. Prenez les Jeux Olympiques, Président. Non, Président, félicitations et bravo. Et
je peux dire que nous, on était un petit peu, par notre métier journaliste, un petit peu dans les coulisses. Je peux vous assurer qu'il y avait une sérénité par rapport à notre dossier. Président, d'abord, un petit bilan par rapport à de la victoire. Je sais que vous êtes un homme de planification. Avant de postuler, كان عندك تكهنات واش دابا بانت لك صعيبة ولا سهلة une fois qu'on l'a eu pour l'avoir cette Coupe du Monde. شوف هو بصفة عامة الإنسان باللي يحدد باللي يدير شي هدف أخطر شيء هو أنه يبدأ يقيم الصعوبة نتاع بلوغ هذا الهدف. خصك تحط الهدف وتدير النية وتتكل على الله سبحانه وتعالى وتآمن بالقدرات وتعرف بأنه أنا كما قلت لك في البداية المغرب اليوم اللي هو المعطى الأساسي اللي تتدخل واحد المسار ولا واحد المغامرة. دائما عندك واحد لافونس على الشيء الاخر اللي سميتها مكانة المغرب، اللي سميتها الرؤية الاستراتيجية والاستباقية لملك المغرب. وهذه الشهادة كاينة اليوم في مختلف المحافل وفي مختلف الملتقيات وبهذا الزخم الاستثمار نتاعو بطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى هو اللي تيكتب نتائج. احنا دائما كان الطموح نتاعنا هو تنظيم كأس العالم. قلتيو بأن هذا الشيء بداه المغرب منذ سنة 1994. كل حاجة إن شاء الله تتجي بوقتها. 2030 المغرب سينظم هذه الكأس فوق أراضيه بحلة كأس العالم الجديدة اللي هي 48. ومن هنا لتما نسرت عليك واحد العدد الأحداث لا تقل أهمية على هذا المعطى واللي غادي تعطي الفرصة للمغاربة جميعا ملكا وشعبا لإثبات قدراتهم لا التنظيمية ولا الإنسانية والحضارية. وهذا هو الشيء الأساسي.